السعودي اساسا بعد ثلاث. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو هيبقى مميز. النهارده الفيديو المفروض ان هي مناسبه خاصه، بس انا حبيت اشاركها معاكم بما اني بشارك معاكم كل حاجه. والمناسبه دي هتكون ذكرى يوم جوازي، او زي ما بيسموه عيد جوازي. تمام. فبصوا اليوم ده من كتر ما هو كوميدي ومن كتر ما هو مش متخطط له، انا حاسه ان تمام ان انا اشاركه معاكم. بجد بجد هتضحكوا قوي، لانه اليوم ماشي بطريقه غريبه. عايزه اقول لكم كل اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو ده مش متخطط له خالص خالص. تمام. هقول لكم الاول احنا عملنا ايه، وبعد كده هحكي لكم القصه من الاول. تمام. احنا رحنا قعدنا في كافيه على البحر وقت الغروب زي ما انتم شايفين كده، وطلبنا حاجه نشربها، وبعد كده رحنا مطعم عشان ناكل. تمام. واخترنا مطعم هو مش رومانسي خالص خالص خالص. تمام. هو مطعم مش رومانسي نهائي، بس هو اللي احنا لينا معاه ذكريات يعني زمان في اول الجواز وكده. فرحنا مطعم مسلم وكلنا فيه وكده، كان يعني كنوع من استرجاع الذكريات، فاهمين؟ وبعد كده روحنا البيت. المهم خلينا من الجزء ده عشان هو ده اللي مبني عليه اصلا القصه اللي انا هحكيها لكم، انه اليوم كان ماشي ازاي. تمام. بصوا انا هخليكم تتفرجوا على باقي الفيديو وانا في خلال ما انا بحكي لكم. ده تالت عيد جواز ليا. تمام. ويا رب يا رب يعني ربنا يدوم علينا الايام الحلوه، وان شاء الله عقبال 100 سنه وكل الكلام ده. بس الفكره انه اول عيد جواز وتاني عيد جواز ما كانوش ماشيين زي ما انا عايزه خالص خالص نهائي. يعني اول عيد جواز اصلا احنا ما كناش مع بعض. تمام. كان في ظرف فاحنا ما كناش مع بعض اساسا، وعيدنا على بعض بالنت يعني كده، اللي هو ايه، كل سنه وانت طيب يا رب مش عارف ايه والكلام وخلاص. تاني عيد جواز كنت حامل فيه سولي ربنا يخليهولي، وكنت تعبانه قوي وكنت تقيله، فما كنتش قادره اخرج من البيت اساسا. خلاص. ده بقى تالت عيد جواز اللي احنا المفروض نعوض فيه اللي فات. تمام. فانا كان نفسي قوي 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 في رومانتك ديت. اوكي. نفسي جدا جدا في رومانتك ديت. عارفين يعني ايه رومانتك ديت؟ يعني ان انتوا تروحوا الكافيه او مطعم وتتفقوا معاه ان هو يظبط لكم ترابيزه في عليها ورد وشموع، ومثلا كيك او كب كيك يعني يكتب لكم عليها بانيفرساري، حاجات من النوع ده. اكيد انتوا عارفينها، اكيد بتشوفوها كتير. نيجي بقى قبل المناسبه بيوم. تمام. نرن بقى على كل كافيهات، نصها اصلا ما بيردش. تمام. والنص التاني بقى اللي يرد يقول لي ارقام خزعبليه. عايز اقول لكم في كافيه كان عنده بابل كده، اللي هو مكان مقفول، يعني هو اصلا على البحر، احنا كنا عايزين حاجه على البحر. فبابل مقفوله اللي هي اصلا بتاعه شتاء، يعني هي مش بتاعه صيف، بس هم بيعملوا فيها يعني مناسبات شكلها حلو الصراحه. فبسال قال لك الفرد ب 1500 جنيه، يعني احنا الاثنين 3000 جنيه تقريبا، اللي هو احنا ممكن نروح اصلا اوتيل يعني بالمبلغ ده. فطبعا ما كانش مناسب خالص. مكان تاني قال لك بقى احنا نعمل الديكور اندور بس مش بنعمله اوت دور، فانتوا هتبقوا جوه، والمكان اصلا سموكينج اريا، يعني هنبقى مخنوقين، ده غير الزحمه بتاعه الصيف، مش هيكون في اي برايفسي. ففي الاخر خالص يعني الموضوع فشل. الموضوع فشل وما عرفناش نلاقي مكان يعمل لنا الحاجه اللي انا نفسي فيها. فطبعا انا اتضايقت جدا وحصل لي يعني احبطت كده. فقلت له بص، قلت له انت هتصرف. تمام. انا خلاص اليوم ده خرج من ايدي، واحنا كده حظنا وحش، وكل عيد جوازنا بتبقى وحشه ومش عارف ايه، عارفين بقى الدراما كوين. فانتوا عارفين الرجاله بقى بتبقى عمليه وكده. قال لي خلاص احنا بقى ايه، نمشي اليوم كده حلو، وبادجت مش هتبقى كتيره خالص، وهنتبسط، هنروح بقى كافيه ونشرب حاجه ونروح مطعم مش عارف ايه. قلت له تمام مفيش اي مشكله خالص. وصلت لحد مرحله المطعم. تمام. وانا مش مبسوطه. عارفين انا حاسه ان هي خروجه عاديه، مش حاسه ان انا بحتفل، يعني مش حاسه ان في حاجه مميزه. خروجه جميله وكل حاجه، بس هي خروجه عاديه. فقلت له بقول لك ايه، انا ما اتبسطتش، انا عايزه رومانتك ديت، ماليش دعوه، هات لي ورد يا ابراهيم. فالمهم قررت ان انا اعمل رومانتك ديت زي ما انتم شايفين كده في الفيديو في البيت. تمام. على السفره بتاعتي وبحاجتي بالحاجات اللي موجوده عندي بامكانياتي البسيطه جدا. عايزه اقول لكم المفرش لونه احمر، ده طرحه. والله العظيم دي طرحه. تمام. اصلا ما عنديش اكيد بفرش لونها احمر، يعني كل اللي عندي ابيض. فقلت لا طبعا لازم نعمل حاجه كده مناسبه، يعني تبقى ايه مناسبه يعني للموضوع. سيبكم بقى من البالونه بتاعت القلب اللي فرقعت في وشي اصلا وضايقتني، خليته بينزل يجيب لي بلالين حمراء، اللي هو اصلا يعني
ما كنتش عايزه بصراحه اعمل بلالين وكده، حاسه الموضوع محتاج حاجه شكلها احلى يعني، بس مش مشكله، نمشي الدنيا كده بالامكانيات اللي معانا زي ما قلت لكم. وطبعا كان المفروض ان في شمع. عايزه اقول لكم اصلا انا عندي الشمع اللي هو بالبطاريه ده 2 منهم باظوا، مش فاضل غير واحده. كانوا شغالين اصلا، جم في اليوم ده يبوظوا، اليوم اللي احنا عايزين فيه شمع. وقلت برضو مش مشكله، تمام. وخلاص بقى ايه، نفخت شويه البلالين اللي انتوا شايفينها دي، وعماله اجري وراها واجري وراها. والله كان الموضوع كوميدي قوي، ان انا مش مدركه البلالين بتتحرك ليه، عماله زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، تمام. بعد ساعه يعني استوعبت ان في مروحه شغاله وهي عماله تطير في البلالين بالشكل ده. نسيت اقول لكم طبعا ان احنا جبنا حاجه حلوه من حلواني مارفل، على فكره من احلى الحلوانيات في اسكندريه عندنا، معرفش هو موجود بره اسكندريه او لا. برضو جبنا حاجه بسيطه كده، تمام. وكل حاجه زي ما انت يعني اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو والله حاجه بسيطه، يعني يعتبر من الحاجات الموجوده في البيت. انا اصلا يعني القرار ده كان متاخر، فما فيش وقت ان انا اخرج واروح بقى اجيب مثلا شمع ورد مجفف والحاجات دي كلها. لا انا يعني عملت باللي موجود عندي وخلاص. اهم حاجه الورد. عايزه اقول لكم اتبسطت قوي قوي بالورد اكتر من اي حاجه تانية الصراحه في اليوم ده. وخدنا كام صورة كده حلوة، وخلاص كده اليوم يعني أنا كده ساتسفايد. أهم حاجة رومانتك ديت. طبعا صورت السفرة دي 20,000 صورة، 20,000 فيديو، تمام. ونزلت لكم على انستجرام، صحيح نزلت لكم كمان شوية من ذكريات الفرح على الانستجرام وحاجات حلوة. على فكرة اللي مش متابعني على الانستجرام بجد والله العظيم فايته كتير جدا، فأتمنى تروحوا تتابعوني على الانستجرام. أنا هحط لكم اللينك في أول كومنت، أوكي؟ ايه رايكم؟ قولوا لي كده ايه رايكم بجد في السيت اب اللي انا عملته ده. انا عارفه ان هو طبعا اكيد مش يعني حاجه كده متواضعه، بس انا والله اتبسطت، يعني اتبسطت ان انا عملت الحاجه اللي انا نفسي فيها في الاخر يعني. واكيد طبعا الخروج وكده بسطني جدا جدا. الحمد لله كان يوم جميل وكان يوم لطيف، وان شاء الله يا رب يا رب يعني تبقى ايامنا الجايه كلها حلوه، وكل سنه وانا طيبه. تمام. انزلوا في الكومنتات قولوا لي كل سنه وانتي طيبه يا ام سولي، اوكي؟ وبس كده. ايه رايكم؟ قولوا لي رايكم في اليوم. وانا مش عارفه الصراحه المفروض اخطط له قبلها بكام سنه، يعني السنه الجايه انا بقول لبابا سولي احنا المفروض نخطط قبلها بشهرين مثلا او حاجه يعني، بجد ده. وكمان يعني يا رب كمان تظبط باذن الله. بس كده كان المفروض ان انا كمان عامله بلاين ان احنا بقى نتفرج على فيديو الفرح وصور الفرح وكل الكلام ده، بس طبعا يعني عندنا بيبي صغير يا جماعه. كان عايز ينام، فخلاص كده اليوم خلص. بس الحمد لله زي ما قلت لكم اتبسطت قوي، واتبسطت كمان ان انا شاركت معاكم اليوم ده، وان انتم معايا السنه دي بقى وبتشاركوني كل ايامي الحلوه، وربنا ما يجيب وحش يا رب. وبكده اقول لكم مع السلامه، باي باي.